يا صباح الخير بعد غياب بجد، بقالي كتير جدا جدا ما صورتش معاكم. لان نفسيتي الايام دي والله كانت وحشه جدا، وكان عندي ظروف وحشه قوي قوي. بجد يعني. المهم بقى، الفيديو ده كان بنصور بقاله فتره، يعني مش النهارده. الحمد لله النهارده صايمه الحمد لله. ده كان فطار طعميه بقى. انا بحب قوي قوي سندوتش الطعميه كده مع كوبايه شاي كده الصبح. بجد ديت احلى فطار عندي حقيقي بجد. يعني من بعد بقى اللانشون والجبن والحاجات دي كلها يعني تغيير برضو مهم يعني. جبت عجينة طعمية وقمت طبعا هنا مقطعة هنا خاص اللي هو الكابوتشا ده، وبعمل بقى سندوتشات بقى وعمرت طعمية انا بقى في البيت والكلام ده. مش عارفة ليه انا بتأخر معاكم في الفيديوهات، بس ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية دي هيبقى فيها فيديوهات كتيرة بإذن الله. طبعا شهر رمضان بإذن الله وكده. فان شاء الله شجعوني كده باللايك بتاعكم، وكمان الاشتراك في القناة مطبخ ميوشة. وهقول لكم على خبر حلو قوي 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 بالنسبة لي. خبر يعني خبر حلو قوي بجد، يعني هيفرحكم كمان. كل اللي هي طبعا بيحبني هيفرح لي الفترة الجاية ان شاء الله بإذن الله. هقول لكم الخبر ده. المهم دلوقتي ان انا عملت كوباية الشاي الكبيرة ديت. اكبر مج شاي عندي عملته شاي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بعد ما اكلت بقى واكلت ياسين هو اللي كان والله كل سندوتش وانا اكلت سندوتش بجد، ما كملش كمان السندوتش بتاعه. بس بقى انا اعمل كوفي ميكس او نسكافيه براحتك، او بسبب 3 في 1 ده انا ما بقتنعش بيه. يعني هو كان طعمه حلو، ولكن يعني مش على مزاجي قوي. بس هو ده اللي لقيته بقى. بس بقى انا انزل بقى باللبن بتاعي، بعمله كله بلبن. تمام. في ناس بتعمله بميه وتحط عليه لبن والكلام ده، بس انا بحبه باللبن بصراحه، بيبقى طعمه حلو قوي قوي. شجعوني باللايك بتاعكم بقى عشان اقول لكم الخبر الحلو ده ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. لو شجعتوني هقول لكم الخبر الحلو باذن الله، هقوله لكم. هنا بقى فاكرين التفريزات بتاعت الفيديو اللي فات. طلعت بقى كيس كفتة رز بصراحة. لقيت نفسي كده مش عايزة اطبخ. انا مش عايزة اطبخ ومش عايزة اتمرمط بقى في المطبخ. وبصوا بقى انا مخنوقة على اخري. كنت ساعتها مش طايقة ان انا اقف في المطبخ حقيقي بجد. فقلت بقى اطلع اللي هو الكيس الكفتة الرز كده واصبعه وهقليه بقى، وعاملاه طبعا مع حبة رز بقى وشوية سلطة وخلاص. يعني اليوم هيعدي تمام. اول بقى حطيتها في الزيت كده احمرت زي ما انتم شايفين. طبعا بقى كفتة الرز ديت من احلى الاكلات طبعا المصرية يعني في الزنقات بجد يعني. وبتبقى حلوة قوي قوي، سريعة جدا. عملتها معاكم من نص كيلو او 3/4 كيلو لحمة. عملت معاكم 3 اكياس زي دول بالظبط. تمام كلهم على قد الوجبة، يعني على قد الوجبة بتاعتنا بجد. بس كده ابتديت بقى اول ما احمر كده هطلعها على طول من الزيت. وهبتدي بقى انزل بقى بالباقي احمره برضو. وعبال بقى ما احمره هقوم طبعا يعني جايبه فصين توم كده. انا بحب قوي اعمل الصلصه بتاعه الكفته بالثوم. ماشي. بتبقى حلوه قوي. تمام. شايفين بقى خضره من جوه ازاي وتحفه تحفه. يعني انا كنت فتره ساعتها بقى فكنت باكل عادي. هنا فصين توم طبعا دقتهم كده. فجيب زيت بقى من اللي انا كنت محمره فيه الكفته. وهبتدي بقى اسيبهم كده على النار، وهنزل بقى بكزبره ناشفه كده. اول ما احس ان التوم بتاعي بقى ان هو يتغير لونه كده، يبقى لونه ذهبي كده، هبتدي ان انا انزل معلقه صغيره كده كزبره ناشفه. هبتدي اقلب لحد ما ما كله ياخد لون حلو كده وريحه الكزبره تطلع كده. هبتدي انزل بقى بعصير الطماطم. تمام. او صلصه اللي عندك يعني. كان عندي كام طماطميه كده كانوا هيبوظوا، فقمت شايله منهم بقى اللي مش كويس، وقمت طبعا ضربهم في الخلاط. هنزل بقى بكمون كزبرة ناشفة، وطبعا فلفل اسمر بابريكا بهارات مشكلة 7 بهارات، واحدة مرقة دجاج كده يعني. بهاري بقى هنا الصلصة بتاعتك بتخليها كده مميزة وحلوة. هبتدي بقى ان انا اول ما تغلي غلوة على طول هجيب بقى بطاطستين كده. انا بقى طلعت غبية قوي قوي في الحتة دي. المفروض ان انا احط الكفتة الاول وبعد كده البطاطس. تمام. بس انا بقى من لبختي وحقيقي كنت بجد يعني مشغولة قوي قوي. مش مشغولة ان انا لا مشغولة بفكري، يعني انتوا فاهمين.
يعني كنت سرحانة، فنزلت البطاطس الاول وبعد كده الكفتة. شايفين بقى الدماغ؟ المفروض الكفتة الاول، تمام، وبعد كده البطاطس ما بتاخدش وقت، الكفتة هي اللي بتاخد يعني. فابتدي بقى ان انا اقطع هنا البطاطس. شلت طبعا القشر، حطه في الزبالة، وقمت غاسلة بقى البطاطس هنا ومظبطاها، وهبتدي بقى اقطعها مكعبات كده صغيرة، على حسب بقى. بس كده. انا بقى غبية جدا جدا، قمت حاطة البطاطس في الاول وسايبة بقى الكفتة، المفروض الكفتة في الاول. بس انا افتكرت بعد ما حطيت خلاص البطاطس، فقلت خلاص، قدر الله ما شاء فعل وخلاص يعني. الحمد لله. برضو كانت حلوة وكانت تحفة. بس البطاطس استوت سيكة كده شوية قوي، يعني استوت قوي قوي عن الكفتة. ماشي. المفروض العكس، المفروض تحطي الكفتة الاول وبعد كده تحطي بقى البطاطس شوية بعدها. انا شطفتهم كده كام شطفة وقمت نازلة على طول ايه بالبطاطس. شايفين بقى يلا الحمد لله، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. انا متأكدة ان ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. خلاص هي قدرها انها تنزل قبل الكفتة، مفيش مشكلة. ابتدي بقى اسيبها هنا غلوتين، وهعمل الرز بشعرية. هنزل كده بمعلقة سمنة بلدي، وهبتدي انزل بشوية زيت، وهنزل بقى بالشعرية احمرها. والرز طبعا كوبايتين رز كده او كوباية ونص رز على قدنا، تمام. وهبتدي ان اغسلهم كويس، وهبتدي بقى انزلهم بقى بالشعرية مع الشعرية بعد ما طبعا ما تتحمر وتاخد اللون الذهبي زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالرز. انا بحب الرز ما يكونش يعني متحمر قوي. بحط ملح بقى، وطبعا حاطه هنا ميه في الكاتل علشان تغلي. تمام، لازم الميه مغليه على طول. الميه الملح طبعا نزلته في الاول كده، وهبتدي ان انا انزل بالميه بعد طبعا ما شوحت الرز كويس جدا جدا. ماشي. مقدار الميه كده فوق الرز بشويه، يعني فوق الرز بعقله صابع صغير كده. تمام. هسيبه بقى يغلي كده على نار عاليه، وبعد كده ههدي النار خالص يستوي على مهله. بس كده. هنا بقى افتكرت بقى ان ننزل الكفتة. المفروض انزل الكفتة الاول، بس الحمد لله افتكرت دلوقتي ان انا المفروض ان انا انزل الكفتة الاول. انا عملت العكس. تمام. طبعا هنا حطيت شوية مية هنا مغليين كده على الكفتة، وهسيبها على نار هادية بقى تستوي على مهلها. تمام. زي ما انتم شايفين البطاطس استوت قوي، والكفتة يعني كانت فاضل لها سيكة. يعني المفروض العكس، غباء بقى، معلش معلش. هنا الرز بشعرية طبعا كان مفلفل وحلو قوي. وهبتدي بقى ان انا اغرف كده وناكل بقى. يعني بصراحة كان جوزي لسه ما جاش من الشغل، فقلت ما اغرف كده طبق صغير كده اوريكم. إيه يعني بصوا، اي حاجة. انا بصراحة النهاردة قلت النهاردة هصور اي حاجة، لاني بقالي كتير ما صورتش فيديوهات خالص. بقالي فترة بجد مش عايزة امسك كاميرا، مش عايزة ان انا اصور حاجة ولا منتج ولا اي حاجة. عندي نفسيا كنت وحشة قوي. كنت الحمد لله دلوقتي نفسيتي كويسة جدا. انا كنت نفسيتي وحشة جدا جدا لدرجة ان انا مش عايزة اصور اي حاجة، مش عايزة ان انا اعمل اي حاجة في حياتي خالص خالص، غير ان انا يعني مش عايزة حتى اخرج، مش عايزة ان انا اكلم حد خالص. فالحمد لله ربنا كده بيسهل من عنده، وان بعد العسر يسر. وطبعا انا متأكدة ان يعني بعد الكار بقى كده يبقى فيه فرج بإذن الله. المهم يعني الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل ما يجيه ربنا. وراضية والحمد لله بأكتر من كده، وراضية الحمد لله. بس ربنا فاجئني بمفاجأة مش كنت متخيلها أبدا 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 إنها تحصل. أنا كنت متخيلة إنها تحصل بعدين، بس مش كنت متخيلة إنها تحصل دلوقتي أو في الوقت الحالي، لأنها كانت مفاجأة بالنسبة لي. وإن شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم إيه المفاجأة، لاني انتوا حبايبي وهتفرحوا لي من قلبكم. اللي بيحبني بجد هو اللي بيفرح لي، هو اللي بيفرح لي من قلبه، وبيتمنى لي الخير، وبيتمنى لي السعاده، وبيتمنى لي راحه البال والرزق الواسع وكمان كل حاجه. وانا بتمنى كل الناس حقيقي بجد. انا هنا بتمنى لكل الناس بكل خير حقيقي بجد. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.